السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انتوا وحشني كتير والله. انا امبارح كنت تعبانة فمعرفتش انزل فيديوهات. فالنهاردة حبيت اعمل معاكم الفطير المشلتت. اول حاجة بنستخدمها دقيق ومية وملح. يعني دي فطيرة واحدة، انا هحط لها بس شوية الملح دول. وهقول لكم انا حطيت دقيق قد ايه. انا تقريبا حطيت 3 كوبايات، 3 سلاطين دي من دي، يعني حطيت 3 من دي. هعمل حجم الصينيه هوريها لكم وانا بخبز وانا بعملها ان شاء الله. اول حاجه هعملها هحط الملح اهوت والميه، بس مش هحط كتير عشان انا مش هعجن بايدي. الاول هعمله بالمعلقه فمش هحط كتير. هبدا بقى اقلب بالمعلقه كده في الاول، كده بالطريقه دي اهوت، لحد ما الدقيق يعمل المية تختلط بالدقيق بالطريقة دي. هو بصراحة اسهل طريقة ممكن تعمليها من غير ما تحتاجي بقى نشابة ومثلا طبلية او ترابيزة او حسب ما بتعمليه عليها. دي احسن طريقة تعملي بيها مثلا فطيرة على السريع كده يعني، وفي نفس الوقت تكون حلوة وطعمها حلو. انا هحط كمان شوية مية بالطريقة دي. انا بعملها على طول لفطار يا عشاء للولاد يعني، ودايما بعمل واحدة على قدنا كده ما بكترش. هضطر اعمل كده بالمعلقة. انا لازم احط ايدي عشان خاطر اعرف امسك العجينة اتمكن منها، فهعملها بايدي وارجع لكم اهوت يا بنات. انا لميتها بايدي فهبدأ بقى اعجنها كمان كده اهوت بالطريقة دي. انا اللي كمني بصور، انا بعجنها يعني العجن العادي بتاعنا اهو اهوت. يا رب يكون واضح اهو. بعجنها حلو بايدي كده كده بالطريقه دي اهوت. هي عجينتها ولا بتبقى ملمسها، هو الملمس بتاعها ده حلو يعني، بتبقى ولا طريه ولا ناشفه يعني ايه، في المعقول يعني، ولا تبقى طريه منك جامد ولا تبقى منك ناشفه جامد، تبقى لابسه كده يعني، هما بيسموها لابسه يعني. إيه اللي معلمني طريقه الفطير دي مامتي، ربنا يديها الصحه. وبصراحة عندي كمان خالتي فظيعة كمان في عمايله، بتعمله بطريقة مختلفة. ان شاء الله لو في وقت ابقى اعمله لكم يعني، اجيب لكم الطريقة منها واقولها لكم. انا هبدأ بقى الته حلو، اهم حاجة تلتيه حلو عشان اللت الحلو هو اللي هيخليه حلو معاكي. انا هلته حلو وهقرصه، بس هسيب لكم حته في الاخر اقول لكم انا بقرصه ازاي، وهرجع لكم تاني اهوت يا بنات. انا بقرصه بالطريقه دي قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين. فانا بقول لكم بقرصه ازاي. بقوم جايه ماسكاه بالطريقه دي العجينه كلها في ايدي كده، وامسكها كده كده، واقوم عاملاها بالطريقه دي بالشكل ده اهوت. تاني اهوت بالطريقه دي، واقوم رايحه عامله كده. هي دايما الحجم اللي انا بعمله ده بيطلع معايا مره 17 واحده من ديت، مره 15 يعني على حسب يعني الحجم اللي انا بعمله ده. لو انتوا هتعملوا مثلا صينيه كبيره عن اللي انا بعملها، انا بتضاعفي كميه الدقيق. انا هبقى اوريلكم الصينيه اللي انا لسه هعمل فيها بس اما اقرصه و وهوريكم الصينيه اللي انا هعمل فيها. انا كده قرصته وهقول لكم بقى هنعمل ايه تاني. اهوت يا بنات. انا خلصت التقريص بتاعه. هجيب الزيت العادي وهبدا اكب عليه كده، بس مش كتير عشان خاطر ما تحطيش كتير، بس كده حبه صغننين كده بس بالطريقه دي. وهبدا ادمجه الفه بالزيت يعني، اخلي التقريص ده كله يتلف بالزيت بالطريقه دي. تاني الفه كده بالزيت اهوت. يا رب يكون واضح اهو. هبدا الف كده بالزيت كده كده، الفها كله 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 كده بالزيت كده بالطريقه دي اهو.
اهو. ما اسيبش واحده الا لما احطها واسطه كلها زيت بالطريقه دي اهو. اهو يا رب يكون واضح. بس اهو الصينيه بتلف معايا اهو بالطريقه دي. هجيب بقى بعد كده الصينيه ابططه عليها. هجيب صينيه واجيلكم. يا بنات اهي الصينيه اللي انا هخبز فيها، انا حاطه فيها شويه سمنه في القعر، وهبططه بقى بالطريقه دي. هقعد ابطط كده فيه بالطريقه دي، واحاول ان انا اخليه وانا برصه يبقى قد بعض. يا عبد اهوت. وهبدا اجيب السمنه واحط عليها بس مش كتير، يعني حاجات بسيطه بالمنظر ده مثلا، وهبدا ارص كده عليها اهوت. يا بنات هجيب بقى واحده تانية اهوت بالطريقه دي، وهبططها كده بالطريقه دي كده. عبد الرحمن ابني عامل دوشه، اخواته مش هنا وزعلان فكل شويه عندي يزعق معايا وزعلان خالص ومقموص اهوت. انا هبططه بالطريقه دي ثانيه. اهوت ببططه بالطريقه دي، واحاول ان انا اخليه كله يبقى قد بعضه يعني بالحجم ده اهو. وهاخدها بالطريقه دي واحطها فوق التانية واظبطهم كده، وارجع احط ابدا احط بالطريقه دي، وهرجع اعمل تاني. بتني اعمل كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. يعني انا هتني اعمل كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي اهوت. يا رب يكون الموضوع سهل مش سهل بالنسبه لكم. بصراحه هي دي احسن طريقه انا ببقى حباها، لان بصراحه ما بتاخدش وقت خالص مني. الطرق التانية بتحتاج مثلا يكون عندك ترابيزه مدوره او طبليه مدوره حسب ما كل واحد وعنده يعني. وبحط بالطريقه دي اهوت. دي بقى سهله يعني ممكن اعملها، وممكن يعني ما تكملش اعمل الفطيره دي ما تكملش معايا نص ساعه عمايل خبيز وتقطيع وما تاخدش في ايدي نص ساعه وانا بعملها بالطريقه دي. انا دايما بحب اعمله لاولادي، فانا حبيت اوريكم بردك طريقه من الطرق السهله للفطير المشلتت. هو ده اسمه فطير مشلتت. في تاني اللي هو المطبق، وفي تاني اللي هو مبروم. يعني هو ليه كذا طريقه. يعني انا عندي مامتي بتعمله بطريقه، وخالتي بتعمله بطريقه، وحماتي بتعمله بطريقه. يعني كل واحده منهم بيعملوه بطريقه. فان شاء الله يعني ابقى اعمل لكم بكذا طريقه من الطرق التانية. انا هكمل بقيه الكميه وهرجع لكم اهوت. يا بنات انا عملت الفطيره اهو. اخر واحده اهيت معانا. بقوم عاملاها كبيره شويه واقوم بس يا عبد الرحمن، واقوم رايحه عاملاها كبيره كده شويه بس يا بابا، بس يا حبيب ماما. قاعد بيعديني عشان زعلان عايز ينزل مع اخواته. بس يا بطه اهوت انا عملته اهوت، وبنزلها تحت كده شويه اهو. هي بصوا السمنه ما بتاخدش سمنه كتير، يعني اول الفيديو هتلاحظوا السمنه هي بس يا بابا ما بتاخدش سمنه كتير اهو. اهيت ديت اهي منظرها هي بعد ما خلصت. وشفتوا انتوا لو هتلاحظوا السمنه في اول الفيديو ما بتاخدش سمنه كتير خالص يعني. وفي نفس الوقت سهله، يعني حاجه سهله كده مش ما بتاخدش وقت ولا مجهود. انا هسيبها شويه يعني السمنه تاخد وتدي معاها شويه كده، يعني ممكن ربع ساعه، وهبدا اخبزها لما وانا رايحه اخبزها اوريها لكم. انا للوش دلوقتي هحط معلقه السمنه دي والبيضه دي بس. ديت للوش. وادي الفطيره بتاعتنا اهيت. هبدا بقى امسكها ابططها من النص كده الاول
كده واخد على الحروف كده بالنص كده كده بالطريقه دي، وانا ماشيه بلف كده بيها اهو اهوت. هبدا اهوت ابططها بقى، عامله بيها الصينيه بحالها، افردها بقى حلو وهجيلكوا تاني. انا مليت بيها الصينيه بالمنظر ده اهوت، يا رب يكون واضح. همسك بقى البيضه بالسمنه اربها كده بالطريقه دي، هي بصراحه البيضه دي ياما عليها، بس انا هحط منها على القد بس هي البيضه كتير عليها بصراحه، مينفعش انك مش هاخدها كلها كده، هاخد بس حبه منها، وهاخد بقى ايه بالطريقه دي كده وامشي بيها كده بالطريقه دي كده اهوت. هي يا بنات بعد ما حطيت عليها البيض، بس البيض اهوت انا ما حطيتوش كله عشان ما حدش يروح يحط معلقه السمنه بالبيض بحالها دي. انا يعملوا اومليت، يا شوفوا انا هعمل بيه ايه. بس اهوت انا بحط حاجه بسيطه يا دوب، بس عشان لو حطيتيه كل البيضه بمعلقه السمنه على الفطيره هتعمل طبقه تخينه كده زي ما تكون عامله اومليت على وشها، فما تحطوهوش كله. انا هخبزها واحطها الخبيز بتاعها في الفرن البوتاجاز. بيبقى عامل ازاي؟ بتحطيها بتعلي من تحت، واول ما تبدا ترتفع وتخمر يعني زي ما تكون قبت كده زي ما بيقولوا، ببدا اوطي النار واسيبها بقى تحمر، يعني وشها يحمر. هو ده خبزها وهوريهولكوا برضو ان شاء الله. انا هحطها في الفرن وان شاء الله اما احطها اوريها لكم. هي يا بنات في الفرن زي ما قلت لكم ان هي اول ما تبدا تقب وتحمر كده هسيبها اوطي عليها النار شويه، وبعد كده هشغل لها الشوايه يحمر وشها وخلاص يعني، وبعد كده بقت استوت بقى. اما تطلع من الفرن ان شاء الله هوريها لكم. هي الفطيره يا بنات بعد ما طلعت من الفرن هي بصراحه اهي جميله اهيت، وقعرها اهو يا رب يكون واضح اهو. انا وانا بتفرج يا بنات على الفيديو كانت شكلها التقريصه بتاعتها كبيره، لا هي صغيره شويه عن كده يعني. التقريصه بتاعت القرصه اللي هي في الاول دي بتبقى صغيره عن كده شويه لان الكاميرا مكبراها شويه. وده الفطير اهوت معانا، ويا رب يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.